ليه بنقول دايما دكتور الروماتيزم يبص على الافلام بتاعه الرنين المغناطيسي اللي على المفصل الحرقوي العجزي في مرضى التيبس الفقري بنفسه؟ اولا لان هو الوحيد اللي عنده علم ازاي يبص على الافلام في منطقه معينه من المفصل هي اللي بنبص فيها. المؤسسات العالميه كمان حاطه كرايتيريا معينه او خصائص معينه لازم تلاقيها عشان تقول ان ده الالتهاب المناعي في المفصل الحرقوي العجزي. ثلاثة، دكتور الروماتيزم هو اللي عنده القدره انه يستبعد المماثلات اللي ممكن تؤدي الى وجود التهاب بس مش مناعي في المفصل الحرقوي العجزي، وبالتالي ما بنعتمدش على التقرير. فنصيحتي اي مريض تيبس فقاري او الدكتور شك ان عنده تيبس فقاري لا يعتمد على الاشعه فقط والتقرير بتاعها، لازم يوديها لدكتور روماتيزم ومناعه متخصص عشان يقدر يحكم على الافلام. كمان دكتور الروماتيزم هو عنده القدره على انه يحكم على الاشعه في السياق الاكلينيكي. يعني ايه في السياق الاكلينيكي؟ يعني هو اللي كشف على العيان وشاف فعلا هل المفصل الحرقوي العجزي مصدر الوجع ولا لا، كشف على بقيه المفاصل،